قبل ما نبدأ فيلمنا لايكك الجميل وسبسكرايب والله بينا. بتبدأ أحداث فيلمنا في قرية فقيرة اسمها شيباتا. بنشوف شخص اسمه أسادا وهو بيجري في الشارع راجع على بيته بعد ما جاله خبر إنه اعتدوا على زوجته سانتيا وهي لوحدها في البيت من ضابط مشهور في الجيش. لما بيوصل للبيت بيتفاجئ بزوجته سانتيا وهي منهارة من العياط بسبب اللي حصل لها، وهنا بنعرف إنها خرسة ومش عارفة تحكي وتقول مين اللي عمل فيها كده. لكن أسادا بياخد باله من وجود شعار الضابط ده في بيته وبدأ إنه يفكر في الانتقام منه بأي طريقة ممكنة. بس تعالوا بينا نخرج من قرية شاتو وعلى بعد أميال بنروح للإمبراطور اللي اسمه رواسيل. بنشوفه هو مجتمع بقادة الجيش بتاعه وبيكون بيخطط لهم وبيرتب للهجوم على قرية شيباتا. وبنعرف إن القرية دي متمردين والفلاحين اللي عايشين فيها رافضين إنهم يكونوا تابعين للإمبراطور رواسيل رغم إن القرية داخل حدود الإمبراطورية. بس تعالوا بينا خلينا نشوف الإمبراطور الجاحد ده اللي من شدة جبروته بيؤمر القادة بتوعه إنهم يجمعوا الفلاحين اللي في القرية دول علشان يعذبهم ويخضعوا ليه وإلا بيخلص عليهم كلهم. بعدها بنرجع تاني لأسادا بيكون قدر إنه يوصل لمكان الضابط اللي اعتدى على زوجته وكان اسمه يزن، وبنشوفه وهو خارج مع فتيات الليل وكانوا سهرانين مع بعض، وبدون تفكير بيهجم عليه أسادا وبيطعنه بالسكينة وبيخلص عليه علشان ياخد بطار مراته. لكن تاني يوم الصبح بنشوف جنود القرية المتمردة وهم قابضين على أسادا وواخدينه ورايحين بيه على السجن علشان ينفذوا فيه حكم الإعدام بعد ما قتل واحد من أكبر الضباط. وبنشوف زوجته سانتيا هي بتحاول تمنعهم إنهم ياخدوه معاهم، لكن جندي منهم بيضربها وبيرميها على الأرض وبعدها بيكملوا طريقهم بأسادا للسجن. هنا بنعرف إن الجنود دول منقلبين على جيش الإمبراطور ورافضين يخضعوا للحكم، وبنشوفهم بعد ما بيوصلوا بأسادا بيعلقوه لغاية ما يجي دوره في الإعدام. كان بيشوف بعينه الضحايا اللي بيتنفذ فيهم حكم الإعدام مرميين قدامه على الأرض، وبنسمع واحد متعلق جنبه وبيسأل أسادا عن السبب اللي وصله لحبل المشنقة، لكن أسادا من كتر ما كباله مشغول مش بيرد عليه. ساعتها الشخص ده بيقول له إن حكمه مش النهاردة وبيصدمه إنه ممكن ميعادهم يتغير بسبب إن الحرب على وشك إنها تبدأ زي ما بدأت في بعض المناطق ضد البلاد المجاورة ليهم، واحتمال إنهم يستخدموا المساجين في الدفاع عن الإمبراطورية. من هنا تعالوا بينا نعرفكم القصة من الأول ونرجع شوية بالماضي. بنشوف جيش الإمبراطور وهو في ساحة المعركة ضد جيش التحالف واللي كان بينهم سنوات من الحرب على الأراضي والممتلكات، لكن كل الحروب بتخلص على إن جيش الإمبراطور هو اللي بينتصر وبيستحوذ على أكبر نسبة من الأرض. وبنشوف جيش التحالف وهو راجع مهزوم لكن بيكون في عينيهم لمعة استرجاع شرفهم وأرضهم ليهم والانتقام من الإمبراطور مرة ثانية. بعدها بنرجع تاني للحاضر وبنشوف مجموعة من محاربي منطقة شيباتا وهم متجمعين وبنسمعهم وهم بيتكلموا عن امتناعهم عن الانحياز والانضمام للإمبراطور وإنهم يفضلوا على موقفهم ده. وفجأة بيدخل عليهم مجموعة جنود من جيش الإمبراطور وبيقبضوا عليهم بتهمة الاعتراض على الإمبراطورية، لكن مجموعة قرية شيباتا بيقدروا يصدوهم ويدافعوا عن نفسهم وبتحصل بينهم مواجهة شرسة جدا. وفجأة أثناء ما القتال مداير بينهم بيشوفوا حريق كبير حاصل في مبنى كبير جنبهم. ساعتها بيفض بينهم الاشتباك وبيروحوا علشان يلحقوا النار قبل ما توصل لكل البيوت وتحرق الناس، وبمجرد ما بيوصلوا بيتصدموا لما بيشوفوا قابضين على بنت اسمها فلوي وبيتهموها انها السبب في الحريق ده. هنا بنعرف انها عملت كده بسبب ان واحد من جنود قرية شيباتا اعتدى على بنتها الطفلة، لكن بياخدوها وبيحطوها في السجن اللي فيه المجرمين الرجالة، وبيقرب منها مسجون اسمه بالدي بيحاول يعتدي عليها، لكن فلوي بتدافع عن نفسها بكل قوتها. في نفس الوقت بيدخل راجل عجوز وبينقذها منه، وبعدها فلوي بتروح تقعد عند باب السجن وبتاخد بالها من الاشخاص اللي متعلقين اللي منتظرين تنفيذ حكم الاعدام فيهم، ومن الواضح كده ان جات لها فكرة وبتخطط لها. بس تعالوا بينا نخرج من الامبراطورية ونروح على جيش التحالف بقيادة الزعيم يونغ اللي بيكون خلاص بيخطط علشان ياخد بطاره من جيش الامبراطور راسل بعد ما حرق اراضيه. لكن الغريب ان يونغ قرر انه يبدأ هجومه على اضعف نقطة في الامبراطورية وهي قرية شيباتا. بس تعالوا بينا نروح على قرية شيباتا ونشوف زعيم القرية بتاعها وهو بيضرب على إطلاق النار ده بعد ما بيجيله خبر إن جيش التحالف بيخطط إنه يهجم على القرية لأنها أضعف نقطة في الإمبراطورية. طبعا زعيم شيباتا كان خايف جدا من الحرب دي لأن عددهم قليل جدا، لكن كان واثق إن جيش الإمبراطور هيدافع عنه ومش بيتخلى عنهم لأنهم جزء من أراضيه.
بعدها بنرجع تاني للسجن وبنشوف ولد صغير بيلف حوالين سور السجن وبيتضح انه مجنون. فجأة بينط من على السور وفي ايده سكينة وبيروح على أسادة وبيقطع له الحبال المربوط بيها وبيحرره. أسادة بيكون مصدوم من اللي بيحصل لأنه ما بيعرفش ده يبقى مين. ساعتها كل اللي في السجن بينادي على الولد ده علشان يحررهم هم كمان، لكن فجأة الحراس بيشوفوه بيجروا وراه وبيقدروا انهم يمسكوه قبل ما يهرب منهم ويحرر باقي المساجين. وفي نفس الوقت كان أسادة بيحاول يهرب من أي مكان، لكن للأسف بيقدروا الحراس انهم يمسكوه هو كمان بكل سهولة ويرجعوه للسجن من تاني. بعدها بنرجع تاني لزعيم قرية شبعتا اللي بيكون مجتمع برجالته وبيعرفهم بقلقه وخوفه من جيش التحالف انه يوصل لهم ويسيطر على القرية ويستولي عليها، وبيطلب منهم ان كل اهل القرية يتحالفوا ويشاركوا في الحرب دي بما فيهم المساجين كمان، وبيوعدوا المساجين اذا ساعدوهم في الحرب وانتصروا هيكونوا احرار. فعلا بيروح مندوب الزعيم باس للسجن، وساعتها الجو كان ممطر والجنود بتستعد لتنفيذ باقي الأحكام بتاعت الإعدام اللي بيكون منها أسادة اللي كانوا هيخلصوا عليه بطريقة بشعة جدا، لكن باس بيوصل في اللحظة الأخيرة وبيوقف التنفيذ بأمر من زعيم القرية، وده لأنهم ناويين يستخدموا المساجين كدروع بشرية في الحرب. وبعدها بيرجع كل المتهمين للسجن. بيروح لهم باس وبيقول لهم انه جاي لهم بعرض مش بيتعوض ابدا، واللي بيكون انهم يحاربوا ضد جيش التحالف، واذا انتصروا في الحرب في المقابل يتحرروا من كل العقوبات اللي عليهم. ساعتها المساجين ما كانش قدامهم حل غير انهم يوافقوا على الحرب بدل عقوبة الاعدام، لكن أسادة كان عنده رأي تاني وبيرفض انه يحارب في صف جيش قرية شبعتا او جنود الامبراطور، وده بسبب ان رجالته اعتدوا على زوجته. لكن باس بيتضايق جدا منه وبيهجم عليه وبيضربه وكمان بيهدده انه لو ما وقفش في وسط صفوف جنوده هينقله لسجن تاني خاص باللي عندهم عدوى وامراض لغاية ما يتعذب ويموت بالبطيء. وفي الاخر أسادة بيرضى بالامر الواقع ومجبر انه يقف في صف جنود شبعتا والامبراطور على الرغم من كرهه الشديد ليه. بعد ما بيعدي وقت بنشوف المساجين متجهين لنقطة على الطريق هيمر منها جيش التحالف علشان يهجموا عليهم ويفاجئوهم بدل انتظارهم في شبعتا. وفعلا بنشوف المساجين وهم جاهزين وعلشان يخدعوا جيش التحالف لابسين هدوم عليها الشعار الشخصي بتاعهم. وبعدها بدقايق بتوصل المساجين للقلعة المقصودة وبينزلوا فيها علشان يبدأوا يجهزوا نفسهم للهجوم. تاني يوم الصبح بنروح على مقر الامبراطورية وبنشوف قيادات الامبراطور وهم متفائلين جدا بالمساجين دول وشايفين ان العرض اللي قدمه لهم باس هيخليهم يقتلوا بكل شراسة علشان يحصلوا على حريتهم. بعدها بنرجع تاني لأسادة وباقي المساجين وهم في القلعة وبنشوف المندوب باس وهو بيجهزهم وبيديلهم السلاح وبيحمسهم علشان يدافعوا على أراضيهم بكل روح قتالية، وان هو بنفسه هيكون مشرف عليهم وهددهم ان اللي هيحاول يهرب منهم هيخلص عليه. بعدها بدأوا يجهزوا الحصون علشان يحموا بيها القلعة وكمان جهزوا الجنود بالبنادق على سطح القلعة. في نفس الوقت ده بنشوف الولد الصغير المجنون اللي كان بيحاول انه يحرر المساجين واسمه شاجي ومعاه فلوي وهم في الغابة بيجمعوا الخشب علشان يبنوا بيها الحصون. وشاجي بياخد باله من وجود مية سودة قابلة للاشتعال في الغابة، لكن فلوي ما كانتش عارفة هو بيقصد ايه لانه كان فرحان لما اكتشف المية دي. بعدها بشوية بيرجعوا للقلعة وبيكونوا أمنوها كويس جدا وبيقعدوا مع بعض علشان ياكلوا الأكل اللي بعته الإمبراطور ليهم، وهنا بيعرفوا إنه بقى بيدعمهم، لكن بيتصدموا لما بيكونوا بياكلوا فرحانين وبيلاقوا أسادة بيهرب منهم وبيجري خارج القلعة، وبسرعة كلهم بيروحوا وراه علشان يلحقوه لأنه بكده هيتسبب في موتهم كلهم، وأخيرا بيقدروا إنهم يمسكوه جوه الغابة. في نفس الوقت بيتصدموا بمجموعة من جيش التحالف عاملين مناورة في المكان وقريبين منهم وبيقفوا في الطريق علشان يستريحوا، وفجأة بيسمعوا صوت أسادة وهو بيحاول يهرب من زمايله بعد ما لحقوه بالعافية. ولما سمعوه الجنود بيوجه أسلحتهم ناحية الزرع بينادي بصوت عالي إنهم عارفين بوجود شخص في الغابة وبيأمروه يخرج. ساعتها المساجين بيقرروا إن واحد منهم يسلم نفسه ويحاول يخدعهم بإنه هو الوحيد اللي موجود في المكان ومش تابع للإمبراطور. ساعتها الجنود بيهنوه، ولما المسجون بتوجعه الإهانة بيقرر إنه يواجههم على الرغم من عددهم الكبير. فجأة بدأت معركة بينهم، وفي اللحظة دي بيخرجوا باقي المساجين من الغابة وبيهجموا عليهم وبتبدأ بينهم معركة قوية جدا وشرسة. وفي وسط المعركة بنشوف قائد جيش التحالف بيقع من على الجسر اللي بيوصل للقلعة وبيموت فورا، وكل جنوده بيتفزعوا من المنظر وبيتجننوا وبيقرروا إنهم يسيبوا المكان ويهربوا. بعدها بنشوف باس وهو رابط أسادة علشان حاول يهرب وقرر إنه يسيبه كده لغاية ما يموت لوحده كنوع من أنواع التعذيب.
ولما واحد من الجنود بيسأل أسادة هو ليه مش عايز يقف في صفهم، بيرد عليه أسادة وبيقول له إنه عمره ما هيسامحهم بسبب اللي عملوه في زوجته. بس تعالوا بينا نروح للمجموعة اللي رجعت مهزومة، وبنشوفهم لما رجعوا لرئيسهم وبلغوه عن صعوبة الوصول في الطريق ده بسبب اللي حصل لهم هناك. وساعتها الزعيم بتاعهم غير الخطة وقرروا يهجموا على القلعة من أكتر من اتجاه بالمدافع وبكل الأساليب. وتاني يوم الصبح بنرجع لقلعة شيباتا وبنشوف لوي وهي معاها أكل ورايحة على أسادة اللي مربوط في الشجرة علشان ياكل، وكمان بتحاول تقنعه إنه لازم ينضم معاهم ضد الأعداء وينسى اللي حصل لمراته لأنه خد حقها من اللي عمل كده فعلا. ساعتها أسادة أخيرا بيقتنع بكلامها وبياخد منها الأكل وبيسمع كلامها. وفي نفس الوقت ده كان باقي المجموعة في أوضتهم بيهزروا مع بعض وبيلعبوا. فجأة حصل خلاف بينهم وقامت خناقة وخلقت خلاف بين باس وواحد من القيادات اللي معاه اسمه جرومين، وبيتضح ده إنه ناتج عن إنه كل واحد فيهم طمعان إنه يكون قائد للمجموعة. ساعتها بينزل جرومين للغابة ومعاه صاحبه علشان يهدى شوية، وبعدها بشوية بيكون مراقب البرج شاف بالمنظار اللي معاه إن مجموعة من جيش التحالف بيوجهوا مدافعهم من الاتجاه التاني، وعلى طول بيبلغ مجموعته وبيضرب الجرس علشان يستعدوا. لكن للأسف المدفعية ضربتهم بدون رحمة ودمرت أجزاء كبيرة من القلعة وأغلب الحصون اتدمرت. وبعد ما خلص دور المدفعية قرروا الجنود إنهم يقتحموا المكان لأنهم بيكونوا مفكرين إن كلهم ماتوا، لكن بيتفاجئوا وهم داخلين بدخان غزير وبيتقفل عليهم باب القلعة وبتبدأ بينهم معركة شرسة بيتقتل فيها أغلب جنود جيش التحالف. في نفس الوقت ده كان شاجي صنع قنبلة من المية السوداء اللي لقاها في الغابة وبدأ يرميها على جيش التحالف وخلص على مجموعة كبيرة منهم. بعدها بنشوف جورمان قدر يسيطر على قائد جيش العدو كأسير حرب، وفي نفس الوقت ده كان باقي الجنود بيجهزوه علشان يضربوا بالمدفعية، لكن بيتصدموا بالقائد بتاعهم متعلق على القلعة كرهينة، فقرروا انهم يتراجعوا عن قرارهم علشان يحرروا القائد قبل الهجوم. وبعد ما بترجع مجموعة شيباتا لأماكنها بيحصل بينهم خلاف بسبب انهم حسوا ان الامبراطور خدعهم واستخدمهم كدروع بشرية وخلاهم في الخطوط الأولى للدفاع ومش بيبعت لهم أي دعم عسكري أو سلاح ولا حتى أكل يساعدهم في الحرب، وعلشان كده حصل الخلاف الشديد بين رجالة باس والمساجين. للأسف بيموت أشخاص من الطرفين، وبعدها باس قدر إنه يحل الخلاف اللي بينهم وبيوعدهم إنه هيحاول يتواصل مع الإمبراطور ويرجع لهم الدعم من تاني. بعدها بيروحوا علشان يدفنوا أصحابهم اللي ماتوا في المعركة، وكمان بنشوف شاجي وهو بيصنع كميات كبيرة من القنابل. في نفس الوقت ده بيتصدموا إنه جيش التحالف وصل بدعم كبير جدا وجنود عددهم كبير قوي، وفي ضابط من التحالف بيأمر المساجين إنهم يسلموا نفسهم ويسلموا الرهينة اللي معاهم وبيوعدهم إن بعدها يبقوا في أمان. وفي نفس الوقت ده جورمان بيقرر إنه هيفضل في القلعة وهيدافع عنها، لكن أسادة قرر إنه يستسلم، بيرمي سلاحه ومعاه كل المساجين. وفي اللحظة دي باس بيصدمهم لأنه بيقتل الرهينة اللي متعلقة علشان يجبر أسادة والمساجين إنهم يواجهوه ما يستسلموش. وبدون مقدمات قرر جيش التحالف الهجوم، وفعلا الجنود بتبدأ تجهز أسلحتهم ووجهوها في اتجاه القلعة. وفي نفس الوقت ده تعصب أسادة وجري على باس وضربه بسبب إنه استفز جيش التحالف. بعدها باس بيفضل يكلمهم ويشجعهم إنه يواصلوا الحرب علشان يدافعوا عن أراضيهم وأهلهم، وفعلا بيقدر إنه يسيطر على دماغهم بكلامه، وكل المساجين بيوافقوا إنهم يستمروا في الحرب. وفي اللحظة دي كان جيش التحالف استعد للهجوم والحرب، وبيكون الزعيم بتاعهم بيشجعهم على الانتقام وبيعرفهم ان الحرب دي مش هتخلص غير بانتصارهم. بس تعالوا بينا نروح على جيش الامبراطورية. بنشوف الجنود بتوعه جايبين فلاحين شيباتا اللي بيكونوا معترضين وبيحضرهم علشان يخلص منهم بإيده، وفعلا بيجهز سيفه علشان ينفذ وعده. وفي نفس الوقت ده حالة الجو بتتقلب والمطر بيزيد في القلعة، وكانوا الجنود خايفين من القنابل اللي بيصنعها شاجي ان مفعولها هيبوظ من المطرة، لكن شاجي بيطمنهم انها تشتغل وبأعلى دقة وكمان هتعمل أقوى انفجار. وبعدها شانجي وأسادة خرجوا علشان يجيبوا مياه سودا من الغابة وهم متخفيين، وبنشوف أسادة بيحاول انه يلفت نظر الجنود ليه لغاية ما شاجي يروح ويرجع، لكن الجنود بيمسكوا وبيقبضوا عليه، لكن أسادة بيقدر يهرب منهم بمساعدة شاجي لما رمى عليهم قنبلة من اللي معاه وسط حطب مولع ودمرهم كلهم. بعدها بساعات كانت كل المجموعة قلقانين على أسادة وشاجي أحسن تكون حصلت لهم حاجة أو غرقوا مع الجنود، لكن بيتصدموا بأسادة داخل عليهم وشايل شاجي على كتفه وهو ميت وبيقعد جنبه وحزين جدا عليه لأنه كان دايما بيدافع عنه. كمان بتقعد جنبه فلوي وتفضل تواسيه، لكن بيتصدموا ان شاجي كان بيخدعهم ولسه عايش وكان بيتكلم معاهم. ساعتها ما كانوش مصدقين اللي شايفينه وفرحوا جدا. بعدها بدأوا يحتفلوا بانهم خرجوا من ايده الجنود وهم لسه عايشين. في نفس الوقت ده بيلاحظ شاجي ان عين المية السوداء اللي موجودة فوق رؤوس الجنود الاعداء وجاتهم فكرة انهم يخلصوا عليهم
عليهم. فعلا بيخرج شاغي وأسادة للمرة التانية، وبنشوفهم هم بيتسحبوا من غير ما تشوفهم الجنود علشان يصعدوا للعين، وفعلا بيقدروا يوصلوا لها بكل أمان. وبنشوفهم هم بيحفروا العين دي، وبعد ما بيقدروا يخرجوا كمية كبيرة من المياه السوداء غرقت الجنود من غير ما يحسوا بيها. على طول بيولع شاغي قنبلة من اللي معاه وبيرميها على الجنود، وبمجرد ما بتنفجر بتولع في الجنود النار وبيخلصوا على أغلب الجنود الموجودة. في نفس الوقت ده بنشوف لوي خرجت من القلعة وراحت على مقر الإمبراطور علشان تترجى يساعدهم ويرجعهم من ساحة المعركة لأنهم موجودين في الحرب ضد أعدائهم. وبتشوف الإمبراطور وهو بيسمع كلامها وبيوعدها أنه يعمل كل المطلوب منه مقابل أنهم يستمروا في القتال. بعدها بنتفاجئ أن الإمبراطور قرر يروح بنفسه لساحة المعركة معاها، ومن الواضح كده أن في دماغه شر كبير بيخطط له. فعلا بتستقبله مجموعة شبعتة بيتفاجئوا أنه يبقى الإمبراطور، وبيؤمر جنوده أنهم يخلصوا عليهم فورا. وساعتها باس بيكون مذهول من اللي بيشوفه، وبيعرض عليه الإمبراطور أنه يرجع معاه لوحده لأن كل جنود شبعتة عملوا كل المطلوب منهم على أكمل وجه، وإن أرواحهم ملهاش قيمة لأنهم مساجين. لكن باس رفض عرض الإمبراطور وبيخرج سيفه وبيعلن الحرب عليه، وفعلا بتقوم بينهم معركة شرسة. بيقدر باس بقوته يخلص على عدد كبير منهم، وفي اللحظة دي بيطلع الإمبراطور مسدسه وبيضرب باس في النار. وعلى الرغم من إصابته لكن بيستمر في القتال لغاية ما تمكنوا منه جنود الإمبراطور وخلصوا عليه. وفي نفس الوقت ده كان أسادة والشاغي شايفين اللي بيحصل، وأسادة خد قرار بيفرق جدا إنه ينتحر ويقضي على أكبر مجموعة من جيش الظالمين، وبيطلب من شاغي يجهز عدد كبير من القنابل علشان يفخخ نفسه بيها وسط جنود الإمبراطور. وساعتها بنشوف شاغي وهو خايف عليه جدا وبيحاول يمنعه، لكن أسادة مصمم على قراره، وبنشوفه وهو بيدي شاغي ربطة الراس بتاعته علشان تكون ذكرى ليه. وبعد ما أسادة بيجهز بيخرج من مكانه وبيجري في اتجاه البرج، وبيجري وراه عدد كبير من جنود الإمبراطور. وفي اللحظة اللي بيتجمع فيها أكبر عدد من الجنود بينفجر فيهم وبيخلص عليهم. وهنا بتنتهي حياة أسادة بشكل مأساوي جدا. بعدها بيرجع الإمبراطور بعد ما ظلم مجموعة شبعتة وأخلف وعده معاهم وخلص عليهم. وبنشوف لوي وهي بتاخد من شاغي الربطة وبتوديها لمراته سانتيا اللي انهارت من العياط لما فهمت إن جوزها مات. وبعدها بنشوف الإمبراطور وهو ماشي في الشارع وبيحيي الناس وبيبشرهم إن الحرب خلصت وكأنه هو اللي خلص على جيش التحالف، وإن الحقيقة إن مجموعة شبعتة هي اللي ليها الفضل في كل ده. وهنا بنعرف ان الامبراطور خلص عليهم علشان ما ياخدوش منه عطف الناس ويشيلوه من الحكم. جدع يا امبراطور. هنا بيخلص فيلمنا النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.